عمرك سألت نفسك ليه أول ما تصحى من النوم أول حاجة إيدك بتروح عليها هي الموبايل؟ ليه بنفتح فيسبوك أو إنستجرام أو تيك توك بس دقيقة وتتحول لساعات من غير ما ناخد بالنا؟ الحقيقة إن السوشيال ميديا مش مجرد تسلية، دي معمولة بطريقة ذكية جدا تخلي مخك يدمنها زي ما بيدمن المخدرات بالظبط. إزاي ده بيحصل؟ لما تفتح أي تطبيق وتلاقي لايك، كومنت أو فيديو جديد ممتع، مخك بيفرز مادة اسمها الدوبامين. الدوبامين هو هرمون المكافأة والسعادة، نفس المادة اللي بتتنشط مع الأكل اللذيذ، العلاقات وحتى بعض المخدرات. المشكلة إن السوشيال ميديا بتديك جرعات صغيرة وسريعة من الدوبامين طول الوقت، يعني كل مرة تسحب الشاشة وتنزل تحت بتحس إنك ممكن تلاقي حاجة جديدة. ده اسمه نظام المكافأة المتقطع، وده أخطر نظام بيخلي المخ يفضل مستني ومترقب. النتيجة إيه؟ بنفقد القدرة على التركيز، ساعات بنحس بالفراغ أو الملل لو ما بنشوفش الموبايل، بنقارن نفسنا بالناس طول الوقت وده بيقلل ثقتنا في نفسنا. طب نكسر الدائرة دي إزاي؟ واحد، حدد وقتك، استخدم تطبيقات بتقفل السوشيال ميديا بعد عدد ساعات انت تحدده. الاتنين، اعمل ديتوكس رقمي، يوم في الأسبوع من غير موبايل أو سوشيال ميديا. ثالثا، بدل العادة كل ما تمد إيدك على الموبايل اعمل حاجة تانية سريعة، زي تشرب مية، تقوم تتحرك أو تكتب فكرة في ورقة. رتب بيئتك، شيل إشعارات التطبيقات، صدقني هتفرق جدا. الخامس، ركز على الحياة الواقعية، اقعد مع أصحابك وعيلتك من غير موبايل، وده هيرجع لك إحساس إن الحياة مش كلها أونلاين. في الآخر لازم نفهم إن السوشيال ميديا مش شريرة، هي أداة. المشكلة مش فيها، المشكلة في إزاي بنستخدمها. لو سبناها تتحكم فينا هتاخد وقتنا وطاقة مخنا، لكن لو إحنا اللي سيطرنا عليها هتبقى وسيلة تفيدنا مش تدمرنا. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واستناني في فيديوهات تانية عن علم النفس. سلام.